ثلاث أسهم لفتوا انتباهي في البورصة المصرية، وهذه ليست دعوة للشراء، إنما دي دعوة إن أنت تتعلم تعمل تحليل وتعمل الواجب بتاعك بنفسك وتشوف إيه السهم اللي قد يكون تحت قيمته وإيه السهم اللي قد يكون فوق قيمته. أول سهم لفت انتباهي هو سهم شركة ابن سينا فارما. لما جيت بصيت عليه لقيت إن مضاعف الربحية 13، مضاعف ربحية مش منخفض خالص، بالعكس ده يعتبر مرتفع كمان شوية بالنسبة للسوق المصري. لكن لما جيت بصيت على نمو الأرباح السنة اللي فاتت لقيت إن نمو الأرباح من السنة للسنة اللي وراها كان كبير شوية. ولما جيت بصيت على السنه اللي قبليها لقيت ان برضو كان في نمو في الارباح كبير. بافتراض ان استمر نمو الارباح بهذه الطريقه، ممكن الشركه تكون اندر فاليود بالمقارنه بنمو الارباح المستقبلي المتوقع. لكن طبعا ده تحليل بسيط جدا ما ينفعش تاخد عليه قرار. لو عايز تتعلم تعمل التحليل المالي بطريقه مبسطه وتعرف كمان ايه الشركه اللي تحت قيمتها وايه الشركه اللي فوق قيمتها، هتلاقي نقطه البدايه في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه، اللي جواه معلومات تعليميه مهمه جدا عن البورصه المصريه والبورصه الامريكيه. شركه رقم 2 هي شركه مدينه مصر. مضاعف الربحيه بتاعها منخفض بطريقه غير معتاده. مش معنى كده ان انت اول ما تشوف شركه بالطريقه دي ان انت تروح تجري وتاخد خطوه، لكن ان انت تبدا البحث وتدور وتشوف هو الموضوع ليه مضاعف الربحيه ده منخفض جدا للشركه دي. شركه رقم 3 هي شركه فالمور القبضه، والشركه دي اللي كان تقريبا اسمها القبضه المصريه الكويتيه زمان. هي شركه قويه ماليا، طول عمرها معروف ان هي شركه قويه ماليا، لكن الاداء بتاعها، الاداء السعري، البرايس اكشن بتاعها كان وحش شويه الفتره اللي فاتت، رغم انها شركه كويسه. يعني مش الشركه مثلا عندها مشاكل جذريه ولا عندها حاجه فظيعه، فبرضو من الاسهم اللي لفتت انتباهي. باكد عليك، هذه ليست دعوه للشراء، لكن لازم تتعلم ان دي ممكن تكون نقطه بدايه، يمكن توصلك ان ده سهم تحت قيمته، ويمكن تلاقي حاجه تانية خالص تقول لك لا لا بلاش منه. عايز تتعلم بجد؟ هتلاقي جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه.